احلى مسا عليك يا برنس الليالي. برنس الليالي يا رمانة الميزان، يا هاف ديفندر قلبي فينك من زمان. ومع اول فيديوهاتنا على قناتنا الجديده قناه مودي تي في. القناه يا رجاله هتبقى خاصه بمجال الالعاب، وهيبقى فيه فيديوهات تكميليه كده بسيطه للافلام والمسلسلات. وحلقه النهارده عن افلام شهر يونيو 2023. افلام يا رجاله جامده جدا، افلام بقى ما بين الاكشن والاثاره والخيال العلمي والسوبر هيرو والانيميشن، وما ننساش طبعا حبايبنا محب افلام الرعب. 6 افلام جامدين جدا جدا، وافلام منتظره بشكل جامد جدا. بس قبل ما نخش على الفيديو ليا طلب بسيط قد كده، انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس والاعجاب بالفيديو وتحط لنا تعليق مميز منك، ويا ريت كمان تشارك الفيديو لاصحابك. عايزين نكبر القناة بسرعة يا رجالة. عم صاحبي وحبيبي والكفاءة صاحبي ماجد الكينج خلص لنا سكريبت اجمد 5 العاب من عالم مارفل. لسه رجاي هتشوفوا شغل عالي جدا على القناة في الفترة اللي جاية. اقول لك من الاخر انزل بالانترو يا حدوتة. ورجعنا لكم اصحابنا بقى، وانزل بالفيلم الاولاني يا حدوتة. اول فيلم جاينا من عالم مارفل، فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس. الفيلم الجزء الثاني من السلسله، واللي كان الجزء الاولاني اكروس ذا سبايدر فيرس اللي كان عام 2018. الفيلم بقى مزيج ما بين الخيال العلمي والانيميشن والاكشن والمغامره. هنشوف بقى استكمال لرحله مايلز موراليس بالفصل اللي فات، وملحمه كبيره جدا بعد لم شامله مع الجوين ستيسي. بينطلق سبايدر مان بقى في بروكلين عبر الكون المتعدد، حيث بيواجه فريق من السبايدر بيبول مكلف بحماية وجوده. ولكن بقى عندما يتصادم الأبطال حول كيفية التعامل مع تهديد جديد، يجد مايلز نفسه في مواجهة العناكب الأخرى، ويجب عليه إعادة تعريف معنى أن تكون بطلا حتى يتمكن من إنقاذ الأشخاص الذين يحبهم أكتر من غيرهم. الفيلم يا رجالة قادم لنا يوم 2 يونيو 2023. انزل بقى بالفيلم التاني يا حدوتة. الفيلم التاني لمحب افلام الرعب فيلم ذا بوجي مان، او بالعربي عندنا البعبع. فيلم من نوعيه الرعب والغموض. طبعا يا رجاله لو دخلتوا بحث على السيرش على الانترنت هتلاقوا افلام كتيره بنفس الاسم، بس مفيش ترابط بينهم. الفيلم بقى دلوقتي بيحكي عن فتاه مراهقه واختها الصغيره بعد الموت المأساوي لامهم، بيحاولوا ان هم يثبتوا لابوهم ان المنزل مسكون بقوه شريره ناويه انها تقتلهم كلهم. فهل هيقدروا يقنعوا والدهم قبل فوات الاوان، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ من الاعلان شكله فيلم حلو، والفيلم مدته الساعه 38 دقيقه. الفيلم قادم هنا في السينمات يوم 2 يونيو 2023. انزل بقى بالفيلم التالت حدوته. الفيلم التالت معانا فيلم مستكمل لسلسلة ترانسفورمرز، او زي ما احنا عارفينهم عندنا بالعربي المتحولون. الفيلم ده يعتبر الجزء السابع من السلسلة اللي ابتدت عام 2007، ونزل الجزء التاني عام 2009، الجزء التالت عام 2011، الجزء الرابع عام 2014، الجزء الخامس يا رجاله عام 2017. نزل بقى جزء من عالم المتحولون بشخصيه بامبل بي، ويعتبر هو الجزء السادس، ونزل عام 2018. وكان نجم الفيلم ده جون سينا نجم المصارعه. بتعود لنا بقى السلسله من اول وجديد واستكمال للعالم الغريب ده. هنشوف لاول مره متحولين بشكل جامد جدا. الفتره بقى هتدور ما بين التسعينيات لحد دلوقتي. هيتواجه فريقنا متحولين مع فريق من نوع متحولين اخر اسمه فريق ماكس ميلز، بينضموا ليهم كحلفاء في معركة من اجل الارض. الفيلم هينزل في دور العرض يوم 9 يونيو 2023، والفيلم مدته الساعة 57 دقيقة. انزل بقى بالفيلم الرابع حدوتة. فيلم من نوعية الإثارة والأكشن، فيلم جامد جدا
يعود لنا النجم المشهور جدا كريس هيمورثوس بتاع شخصية صورة رجالة بالجزء الثاني من سلسلة الاستراكشن او الاستخراج. ده الجزء الثاني يا جماعة، والجزء الاول كان نزل في عام 2020. بعد بقى ما بينجى بصعوبة من احداث الجزء الاول، بيعود لنا من جديد بصفته مرتزق في العمليات السوداء الاسترالية، مكلف بمهمة قتال اخرى انقاذ عائلة راجل عصابات جورجية عديمة الرحمة من السجن الذي يحتجزون. هل هيقدر بقى هنا ان هو يهربهم وان يقدر يحميهم من الخطر الجاي ليهم ولا لا؟ الفيلم قادم يوم 16 يونيو 2023. انزل بقى بالكارت المهمة حدوتة. والفيلم اللي هينقذ عالم دي سي بالكامل، فيلم اللي هيعملها الستارت او ضبط مصنع لعالم دي سي بالكامل. الفيلم ده لو نجح، عالم جيمس جان هيعدي ونشوف ايه اللي ممكن يحصل في العالم. فيلم يا جماعه الخامس معانا فيلم ذا فلاش. الفيلم مدته ساعتين 24 دقيقه، وفي معلومه صغننه كده، الفيلم كان مدته 4 ساعات 24 دقيقه، تم حذف ساعتين كاملين من اداره تيونر برازر. معرفش هم عايزين مننا ايه يا رجاله. الفيلم نوعيه الاكشن والخيال العلمي والمغامره والسوبر هيرو. الفيلم عن قصه المشهوره لفلاش، وهي الفلاش بوي. بعد ما فلاش بيرجع للزمن عشان يحمي امه من الموت، فبيرجع تاني للمستقبل، ولكن هو بيكون صانع عالم جديد ما فيهوش ابطال خارقين. الجنرال زورد بيرجع عايز يكسر وينهي على الارض، وهنا مبقاش قدامه في ابطال خارقين غير هما الثلاثه. عندك باتمان مايكل كيتيون وسوبر جيرل والنسخه الشابه من باري آلين. فهل هيقدر انه ينقذ العالم اللي هو تسبب في انشائه، ولا ممكن ايه اللي يحصل؟ وهل هيقدر يرجع بالزمن اللي هو كان فيه، ولا هيبوظ الدنيا اكتر ما هي بايظه؟ الفيلم قادم يوم 16 يونيو 2023، وكل الاحتمالات موجوده. الفيلم ده لو نجح هيبقى افضل فيلم في عام 2023، وافضل فيلم في السوبر هيرو من ناحيه دي سي. فيا ترى ايه اللي ممكن يحصل في العالم ده؟ استنونا باذن الله مع فيديو جامد جدا بحضر له من شهر، كنت انزله على القناه القديمه بس قلت مش خساره في القناه الجديده، بالتسريب لقصه فيلم فلاش. الاحداث يا رجاله ممكن تحصل بنسبه 90%. انا بصوا بقالي شهر بظبط في السكريبت ده، وخلاص جاهز على التسجيل. باذن الله هتشوفوه على القناه قريب قبل ما الفيلم ينزل. وينزل بالفيلم الاخير يا حدوته. الفيلم السادس معانا، واستكمالا للسلسلة القديمة جدا والمشهورة انديانا جونز، بيعود لنا الجزء الخامس يا رجالة من اول وجديد. الفيلم مدته ساعتين 22 دقيقة، ويعتبر هو الجزء الخامس زي ما انا قلت من السلسلة اللي ابتدت عام 1981. الجزء الثاني كان عام 1984، الجزء الثالث عام 1989، الجزء الرابع عام 2008. الفيلم بيحكي عن انديانا جونز بيعود لنا من جديد في مغامرة رائعة جدا، ويعود لنا النجم هاريسون فورد اللي هو بطل السلسلة. بيجد نفسه بقى في زمن جديد والناس متغيرين ومحدش عارف يتأقلم معاه، لكن بيعود بقى للشغل بتاعه بعد ما بيشوف شر قديم بيرجع من اول وجديد، فيجب عليه ارتداء القبعة وياخد الصوت بتاعه ويرجع من اول وجديد عشان يتأكد ان القطعة الأثرية القديمة ديت ما تقعش في ايد اي حد غلط، لانها تسبب دمار العالم. ويا جماعة الفيلم ده هو الاخير في السلسلة، وما عدناش هنشوف انديانا جونز بعد كده. الفيلم قادم يوم 30 يونيو 2023، ونوصل لنهاية الحلقة يا رجالة. ايه رأيك في الافلام ديت؟ واكتر فيلم انت منتظره ونسبة تحمسك لاي فيلم منهم؟ واستنونا بقى مع الافلام والحاجات الحبشتكنات اللي هتيجي يا رجالة، ونشوف صاحب ماجد الكينج هيعمل لنا ايه في السكريبتات اللي جايه، وهو واصحابنا الغاليين. واشوفكم بقى في الحلقات اللي جايه، وسلام سلام سلام.